مساء الحب، مساء الأمل، مساء التفاؤل على كل مستمعي راديو همسة. ورجعنا وياكم بحلقة جديدة من برنامج بعيد عن الوطن. ضيفة الحلقة لهذا اليوم صاحبة صوت جميل، صوت رائع، الفنانة رزان رمزي. فأهلا وسهلا. نبدأ حوارنا. ومن هي رزان رمزي؟ شكرا جزيلا أستاذ سيف، شكرا لاستضافتك. أنا اسمي رزان رمزي وعمري 24 سنة، طالبة جامعية، أسكن في ولاية ميشيغان الأمريكية. هنالك مقولة تقول لكل موهبة مكتشف. من هو مكتشف رزان رمزي؟ وهل درست الموسيقى؟ يعني تقدر تقول إنه ما حد اكتشفني فنيا. أنا ابتديت مع الترانيم في الكنيسة لما كنت صغيرة في الابتدائية، ولحد الآن أنا لازلت أخدم في الجوقة وأشارك بأنشطة الكنيسة. درست الموسيقى بشكل بسيط، يعني أخذت بعض الكورسات بالجامعة بالبيانو بالجيتار وقراءة النوتة الموسيقية. كلش يعجبني أتعمق بالموسيقى، لكن لحد الآن لازلت مبتدئة وأحب أطور نفسي من هالمجال. بما أنه حضرتك مرنمة، نريد نعرف ما المقصود بالتميمة؟ الترنيمة هي صلاة أو محاورة مع الله، تكون على طريقة كلمات ملحنة يعبر فيها الإنسان على ما في داخله. هنالك سؤال يقول: رزان رمزي قليلة الظهور إعلاميا، فما هي الإجابة المناسبة لذلك السؤال؟ بصراحة أنا مركزة بدراستي وبشغلي، وبالإضافة إلى خدمتي بالكنيسة، وهالأشياء هي أهم شيء بالنسبة لي حاليا. أكيد حابين نستغل وجودك ويانا اليوم، وحابين نسمع ترنيمة. راح أرنم ترنيمة اسمها أيتها البتول النقية. طبعا هذه توصف أمنا مريم عذراء. أيتها البتول النقية يا عذراء بالحب سخية، يا جمالا أريده دوما، يا سلام الإله فيا. رضي الله يوما وحنا للأمومة فاختار يديك، فأتاك الملاك وغنى سلام السلام عليك. أيتها البتول النقية يا عذراء بالحب سخية، يا جمالا أريده دوما، يا سلام الإله فيا. الله يا رزان. نكمل حوارنا ونريد نعرف من هو مثلك الأعلى فنيا؟ مثل رزان الأعلى فنيا راح أختار الأستاذ نزار فارس وعبير نعمة. هم مثال الخدمة والتواضع، وأصواتهم جدا جميلة وترانيمهم روعة. هل بدأت الانطلاقة الحقيقية لرزان رمزي؟ يعني أنا أنشطتي على مستوى الكنائس لحد الآن، يعني حتى الآن ما مسوية ترنيمة خاصة إلي، فأكيد انطلاقة، ماكو أي انطلاقة بالموضوع. لو قلنا بغداد، ما هو الشعور الذي ينتابك الآن؟ أكيد بغداد تخليني أشعر بالحنين لأيام طفولتي وصديقاتي وكنيستي ببغداد والأيام الحلوة اللي عشناها هناك. وعليه شقد بجينا العمر ويمر علينا، وعليه شقد بجينا. يا ريت الزمن ينعاد واشم التراب بغداد، يا ريت الزمن ينعاد وابوس التراب بغداد. من فراقه تعبنا نرد يمتى بلدنا،
من فراقه تعبنا نرد يمتى بلدنا. لو طلب من حضرتك عمل دويتو، من هو الفنان الذي ستختاره رزان رمزي؟ بصراحة ما عندي فنان مفضل، لكن أحب أسمع الأغنية الحلوة والصوت الحلو، والفكرة ما واردة هسه حاليا، لكن هي حسب تعتمد على موضوع الأغنية وإذا صوته يرهم على صوته والفنان أكيد. متى سنشاهد أول ألبوم لصاحبة الصوت الجميل؟ هذا مشروع كبير ولحد الآن ما بديت بيه، لأن يحتاج الكثير من الجهد ومكلف، وحاليا ما متفرغة لفكرة الألبوم، بس إن شاء الله بالمستقبل أفكر إذا الله راد. ماذا تحبين أن تقولي لجمهور رزان رمزي؟ أحب أقول لجمهوري شكرا للجميع على متابعتهم ومحبتهم إلي ودعمهم أكيد من كل الطوائف، وأتمنى الكل يكون بخير وبسعادة وبسلام بكل مكان بهالعالم. في نهاية الحلقة أحب أشكرك على سعة صدرك وجوبتك الصريحة، ويا ربي من نجاح إلى نجاح آخر. شكرا لك أخي العزيز وعلى استضافتك الحلوة، وإن شاء الله يا رب كل التوفيق والازدهار والاستمرارية بالنجاح لك ببرنامج بعيد عن الوطن والإذاعة همسة. أنا جدا سعيدة بوجودي وياكم اليوم، ربي يبارككم إن شاء الله ويحفظكم. شكرا جزيلا لكم، أخذكم رزان رمزي. إلى هنا أعزائي المستمعين، مستمعي راديو همسة، نأتي إلى نهاية الحلقة. انتظرونا في حلقات قادمة وضيف آخر. نترككم الآن في رعاية الله وحفظه، ومع السلامة. يا أمي أهديك ذاتي، قلبي وروحي، حبي حياتي، أنا في فرحي وأجي راحتي، واحملي دوما من ربي صلاتي، أنا في فرحي وأجي راحتي، واحملي دوما للرب صلاتي.